خدي الفكرة واعمليها بكرة، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا نطبخ مع حنان. 4 بتنجانات هتقليهم يا حنان؟ لأ. هتشويهم؟ لأ. هتسلقيهم؟ لأ برضه. هعملهم معاكم بطريقة مختلفة هتعتمدوها إن شاء الله. فتحت كده، قطعت القاعدة وقطعت راسها كده، أشرح أسيب شريحة بشريحة تبقى شكلها حلو، وبتبقى متماسكة بتخلي البتنجانية متماسكة. هفتحها من النص بس بعد ما قشرتها كده. أجهز بقى المادة اللي هننقعها فيها، بتسكرها وبتخليها حلوة، وبتشيل الغضاضة اللي فيه. معلقة سكر يا سكر، ومعلقتين 2 ملح. أنا بقى هنفتحها أهو، أنا بقول لكم بس إيه وأنا شغال. هنحط معلقة سكر يا سكر في لتر مية، ومعلقتين 2 ملح في اللتر مية عادية خالص، وأنقع البتنجان وأحط عليه حاجة تقيلة، وسيبي دلوقتي 10 دقايق. بطاطستين، بصلاية، 4 طماطمات، جزرتين، وقطع كل مكعبات، وراس توم اللي هم 7 أو 8 فصوص، وفي الحل ربع عدس أصفر وغسلته وصفيته، سيكة كمون، فلفل اسود، حبة شطة، وانزل وملح برضو، وربع معلقة سكر يا سكر برضو اذا سمح يعني. طب وحطيت لتر مية يدوبك ما بياخدش 10 دقايق او ربع ساعة. هندب بالهاند بلندر بقى او بالخلاط واضربيهم. لو الهاند بلندر هو وسخن كده عادي، لو في الخلاط سيبيه يبرد شوية. ومعلقة سمنة، وبصلاية منعماها قوي وصفرتها نزلت بيه. بتغمق معانا لون العدس، وبتخلي لونه حلو قوي. نزلت بقطعه زبده صغننه بتطعمه حلو قوي. احنا هنعمل فته، لو شوربه بتبقى مختلفه شويه. طب نزلت برضو بسيك التاني كمون وفلفل اسود، وظبطت الحدق بتاعي. يلا حلو قوي. اول ما يبقبق معايا العدس بتاعنا، بيدي في ريحه العدس بقى في البيت، بتعمر البيت، بتحسي في كده البيت في حاجه عمرانه كده حلوه قوي. 3 معالق زيت، ربع كوبايه ميه، رشه ملح، ونزلت بالبتنجان بتاعي وسكنته كده زي ما انتوا شايفين. هغطي عليه 10 دقايق على نار هاديه. اخد لون كده واستوى معي، قلبته تاني وغطيته. اقلب لحد ما الاقي البتنجان بتاعي بقى ملبن، بقى قشطه، بقى شمعه فله منوره، وملبن كده من قلبه. في التوم بقى التحبيشه بتاعته طلعت خلاص. لو عايزه تعملي تاني كمان تعملي 3 معالق زيت في قلب الطاسه، 3 معالق زيت في قلب الطاسه تاني. هو اتبخر، الميه اللي حطيناها اتبخرت، سوت البتنجان على البخار، الزيت اداله لمعه وفضل زي ما هو. التوم مع طماطميه مع واحده فلفل، حبه كمون وحبه شطه، ودقتهم، وعملت الخلطه بتاعته. تعال نعمل الفته بتاعتنا الحلوه بقى دي. عيش بقى، عيش بلدي، وعايزه عيش طري، ده عيش اسمر، ده عيش كده اللي هو الناشف عندنا في اسكندريه، ده بيبقى حلو في الفته قوي. انا بحبه بيه قوي 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 بصراحه. ليمون بقى انت مخللاه، بصل اخضر، بصل احمر، شوربه، هاتي ليمون بقى كمان وعصور ليمون، واعملي فتتك. اعملي العدس بشعريه، لو عايزه تشربيه كده بالشعريه اعملي له شعريه وشوربه، وفتتي بقى كده واعملي لاولادك. طبق البتنجان ده لوحده عايز صف عيش وتقعدي بيه، طري وملبن، ولا شرب زيت، ولا شوينا اللي ما بيحبش الشويه وزهق منها، ولا قلينا ولا شربنا زيت، ولا قلت لكم حطوا معلقه نشا ولا حاجه، لان احنا كده كده مش هنقلي. ولا سلقنا، خدنا نفس المقل واحنا ما قلناش. الفتة العدس حلوة قوي. اللف الاحمر، وما تسرحوش معايا، بحبكم في الله. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويحفظكم ويحفظ ولادكم ويعمر بيوتكم. اقول ايه تاني؟ بصراحه ما حدش في كلام يتقال تاني. الشوربه حلوه، عصره ليمونه بقى كده، يا وعدي يا وعدي. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه، في رعاية